غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوج تقدم. الو سلام ونعمة. نعم وسلام، أهلا بيك. يباركك ويبارك تعب محبتك لعلك بالخير. ربي يباركك، تعيش نشكر ربنا كله تمام. معايا الأستاذ ماجد. مع حضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيك. معاك أبو مريم من أمريكا. حضرتك ما تعرفنيش شخصيا، بس أنا شفت إعلان للمعهد، معهد ملتي، معهد تدريب القادة، فكان بس كنت عاوز بس لو في إمكانية تديني فكرة بسيطة بس. تمام. هو المعهد عنده كتب مسيحية للقراية وفي كتب للمتعلم، دي كورسات. الكتب المسيحية يا ريت تكون سبيسيفيك محدد، يعني ماذا تقصد بكتب مسيحية وماذا تقصد بكتب للتعليم؟ كتب مسيحية للقراية بتتحط في المكتبات، فينفع حضرتك لما تقراها تستفيد بيها. حاجات بتبني حياتك الروحية، علاقتك بربنا وعلاقتك بالناس. ممتاز. على سبيل المثال في عندك كده حاجة تفتكر ليش؟ كتاب زي الحياة المنطلقة نحو الهدف. لمين؟ ده بيجاوب على سؤال ليه أنا موجود على الأرض. مين المؤلف حضرتك؟ خادم قسيس من أمريكا اسمه ريك وارن. يعني ترانسليشن، ترجمة. أوكي ماشي ممتاز. طيب. كل الكتب مترجمة. كتب مترجمة. طبعا كل يعني المؤلفين إنجليين، مظبوط ولا أنا غلطان؟ مظبوط تمام. طيب في إيه تاني قلت عليه غير الكتب؟ أنت قلت كورسات، نوعية الكورسات إيه بالظبط؟ نفس المواد دي ما بتبقاش كتاب قراية، لكن بتبقى كتاب زي متعلم، نقط كده 1 2 3. لما بتحتاج الكنيسة انها تدرس الكتاب دوت، بنبعت خادم من المعهد يدرس الموضوع مع الناس، فبيبقى معاهم كتاب اسمه كتاب المتعلم، فيه النقط بترتيب كده، ويكملوا الفراغات بحيث بيتابعوا الموضوع. أستاذ ماجد، هل المعهد بيعلم مثلا أو بيعد ناس لتعليم مثلا اللاهوت أو مثلا يعني أو الكرازة أو شيء من هذا القبيل؟ لا الحقيقة لا. هو المعهد بيدرس مواد خاصة بالكنيسة والناس اللي بيحضروا الكنائس. طيب الموضوعات خاصة بالكنيسة، ما هو المفروض المرجعية يكون الكتاب المقدس، سواء إذا كان لاهوت المسيح، سواء إذا كان موضوع الفداء والصلب وهكذا يعني. لا، احنا ما بنحكيش في قضايا لاهوتية. أيوه. احنا بنحكي في حاجات تعليمية، يعني بناخد الموضوعات اللي ذكرها الكتاب المقدس، حاجة زي الزواج. أيوه. يعني ايه فكرة يكون الزوج بحسب قلب ربنا، الزوجة بحسب قلب ربنا. بنحكي في موضوع زي البركة، ازاي الواحد ينال بركة، ايه اللي بيعطل البركة، ازاي الخادم يكون جوه الكنيسة مثمر، يعني يقدر يعمل حاجات تعلم الناس والناس تستفيد، ازاي طريقته في التقديم تكون حلوة. جميل. كل الامور اللي تخص الكنيسة بخدامها يعني. طيب خلينا بس، انا بشكرك على ادبك وسعة صدرك واسلوبك الراقي جدا، لكن خليني بس اقول لحضرتك شيء. أليس اهم من هذا الموضوع للاساسيات الاول؟ يعني واحد الاساس بتاعه خربان بايظ، ايه ينفع ايه بعد كده ان انا اعلمه في الموضوعات فرعيه؟ يعني نترك الاصل ونعلم. ما هو الاساس احنا بنبتدي بكتاب الحياة المنطلقة نحو الهدف. الكتاب ده بيقول من البداية كده ليه ربنا خلقنا. فلا لنفرض انا بتعامل مع انسان مش على علاقة بربنا وحياته بعيدة وعايش في الخطية، لكن من البداية بيعرف ليه ربنا خلقنا، وان انا مخلوق
علشان أعيش في علاقة حلوة مع ربنا فيها ربنا يقدر يغيرني ويعلمني بس ويفهمني. الكلام اللي حضرتك بتقوله ففي كده، كلام بس الحقيقة مش للكرازة، يعني طيب ده مش ممتاز. للكرازة، بس الكلام اللي ده بتقوله للكنيسة جوه الكنيسة. ممتاز، بس الكلام اللي حضرتك بتقوله كلام عام. الكلام يعني معذرة يعني كلام عام، لكن مثلا نفترض نفترض واحد جاي الكنيسة، هذا الإنسان الإيمان بتاع العقيدة بتاعته ما يؤمن به خطأ، نعلمه الفروع من الأول، أظبط العقيدة بتاعت الأساس بتاع الإيمان بتاع الأول. أولا يعني أديك على سبيل المثال، أنت راجل إنجيلي مظبوط؟ أنت راجل إنجيلي كويس؟ أنت حضرتك بتؤمن أن يسوع له طبيعتين ومشيئتين، تمام؟ طب إجالي واحد أرثوذكسي بيؤمن أن يسوع له طبيعة واحدة ومشيئة واحدة، أعلمه إزاي ده إذا كان هو إيمانه أساسا بالنسبة لي أنا إيمان غلط؟ طيب أنا هوضح لحضرتك. إحنا لما بنروح الكنيسة أيوه ما بيهمناش العقيدة، يعني إحنا بشكل عام إحنا ما بنتدخلش في العقيدة لأنه ده مش الهدف. إحنا الهدف إن إحنا نكون لنا علاقة بربنا وربنا يشكل فينا. أما موضوع العقيدة فلناسه المتخصصة فيه اللي بتقدر تدرسه، ولو كان جاي من خلفية إنجيلية أو أرثوذكسية فكل واحد من دول ليه طريقة وليه أسلوب وليه نوعية خدام فاهمة تكلمه إزاي. يعني اللي أنا فاهمه من كلامك إنك بتناقشني في الهدف بتاع المعهد أو دوره، بس أنا مش المسؤول. يعني أنا واحد من الخدام اللي في المعهد دوري يختص ببيع الكتب. فاللي حضرتك بتقوله ده يحترم جدا إنه يتقدم لأصحاب المعهد المسؤولين عنه وعن ليه رؤيتهم محدودة مش رؤية واسعة، لكن برضو ما أعتقدش إن هم هيبقوا بيتجاوبوا معاك، لأنه في الآخر هي أدوار مختلفة وكل هيئة أو كيان اختار دور محدد يقدر يقوم بيه بحسب إمكانياته وحسب الشغف اللي في قلبه. يعني احنا مش بنقدر نعمل كل حاجة. يعني الطبيب بيفضل طبيب والمهندس بيفضل مهندس. أنا محتاج للطب ومحتاج للهندسة، بس كل واحد ليه دوره. يعني أنت حضرتك كلام جميل. يعني أنت الآن بتعمل كما يقول بولس في الرسالة الأولى كورنثوس 9:19، فإذا كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الكثيرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أنني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس، صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. مظبوط كده وأنا غلطان؟ أنا عايز أتعرف عليك يا أبو محمد. حضرتك قلت لي أبو مريم؟ أبو مريم. حضرتك مسيحي؟ لا أنا حضرتك مش مسيحي، وأنا فعلا أبو مريم واسمي وسام عبد الله. ويعني كمان مستعدين دائما لمجابة كل من يسألكم عن سبب الرضاء الذي فيكم بوداع. أنا يعني أتابع مع حضرتك من البداية، وزي ما قلت بساعة صدر بتفاعل معاك وبجاوبك. أنا مش معترض. لا أنت أنا بس بشرح لحضرتك الفكرة. أنا برد على كلامك. أنا برد ليه؟ لا النقطة الثانية بتكلم يعني أنا بس عايز أشجعك لحاجة، بس إنك تعرف إن إحنا دورنا كخدمة، يعني اللي أنا عارفه لأن أنا في المكان ده بقالي 15 سنة. يعني إحنا خدمتنا جوه الكنيسة للناس بحسب ما هم واقفين لغاية فين، وربنا لأنه رحيم وطيب بيعرف يكلم الناس، بيعرف يكلم الناس كويس قوي. هو ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. وفي كل مكان في الأرض، في كل قبيلة وفي كل شعب وفي كل إنسان، ربنا عارف يكون بيعرف يشوف الناس اللي عايزة تعيش في تقوى وفي مخافة. إيمان اللي عندي البسيط إن ربنا بيكلم الناس اللي عايشين، اللي عندهم كنيسة ولا عندهم مكان صلاة وعايشين زي بدو كده في الصحراء. تفتكر ربنا ما بيعرفش يوصل لهم؟ دي واحدة بس. انت اكيد بيعرف يوصل لهم. فانا مش قلقان على الانجيلي ولا قلقان على ثواني بس. في الاخر ربنا هيكلمه. يعني في ملاحظت شيء مش معاك بس، مع كل اي واحد اتكلم معاه،
شيء غريب جدا جدا. الشيء ده مجتمع مع كل الطوائف المسيحيه بلا استثناء. اللي يسال في المسيحيه على طول تعرف ان هو مش مسيحي. معنى كده ما عندكوش حد بيسال في المسيحيه ابدا اطلاقا، او لا يجرؤ يسال. على طول انت قلت ابو محمد، ابو مريم. لا، الاسئله بتوضح يا ابو مريم. اللي بيحصل ان حضرتك طريقه اسئلتك هي للنقاش، انت داخل في الموضوع نقاش وجدال اكتر منه بتحاول تعرف. بص يا استاذ الكريم، انت بتحاول تحول الموضوع لجدال واحتجاج. استاذ ماجد، والموضوع مش كده يعني. استاذ ماجد لابد يكون قبل ما نتكلم في اي حاجه لابد يكون الاساس صح. ما بني على باطل فهو باطل، ما ينفع. اديك مثال على ذلك. انت حضرتك العقيده كلها انا الصوت بيقطع بس انا بتكلم واحده عليا. طيب حاضر يا فندم، انا بتكلم معاك بقى 10 دقائق. انت اشتكيت الان، مش مشكله. شوف حضرتك، الايمان كله بيعتمد على لاهوت يسوع. تمام؟ طيب ممتاز. من هو يسوع؟ تمام. نسمع ماذا يقول يسوع عن نفسه. يسوع يقول عن نفسه انجيل يوحنا 48: انا انسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. نسمع ماذا يقول بولس عن يسوع. الرساله الاولى لتيموثاوس 2:5: لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. نسمع ماذا يقول بطرس عن يسوع. اعمال الرسل 2:22: ايها الرجال الاسرائيليين اسمعوا هذه الاقوال، يسوع الناصري رجل انسان قد تبرهن لكم من قبل الله بايات وعجائب صنعها الله في وسطكم كما انتم تعلمون. نسمع ماذا يقول تلاميذ عمواس انجيل لوقا 24:19: المختص بيسوع الناصري الذي كان انسانا نبيا مقتدر عند الله والناس. نسمع ماذا يقول يوحنا، رسالة يوحنا الأولى 2:1: يوجد لنا شفيع عند الله الآب يسوع المسيح البار. كيف نعبد إنسان والتوراة تحرم عبادة البشر، والله عاقب فرعون وعاقب الناس اللي بيعبدوا بشر؟ أديك مثال. ارجع حضرتك لحزقيال 28:2: يا ابن آدم قل رئيس سور هكذا قال السيد الرب، من أجل أنه قد ارتفع قلبك وقلت أنا إله، ادعى أنه هو إله، وأنت إنسان وليس إله. الله ليس إنسان. الله يقول في الكتاب المقدس: هل يسكن الله حقا مع الإنسان على الأرض وهو سما السماوات لا تسعك؟ الله يقول أنا الرب لا أتغير، طبيعته ما تتغيرش. ما ينفعش الطبيعتين اللي بيناقضوا بعض يتغيروا، من لاهوت كامل لناسوت كامل ويتغيروا. أنا الرب لا أتغير. هي دي العقيدة المسيحية تختلف عن التوراة تماما. أنا معجب بأن أنت يعني عارف آيات وقاري كويس وحافظ آيات من الكتاب المقدس، وببساطة كده بس عايزك يعني توفر طاقتك وتسمعني في دقيقة يعني. اتفضل. احنا بنؤمن بيسوع المسيح، بنؤمن انه ابن الله، يعني الله المتجسد واخد طبيعة إلهية. دي طبيعته، مش احنا اللي مدينها له، دي طبيعته. وعندنا الله لأنه إله، طبيعته غير الإنسان. الإنسان محدود، طبيعة الله غير محدودة. الله يقدر يعمل أمور إحنا ما نقدرش نفهم. ولأن حضرتك مش عندك هذا الإيمان أو هذه البصيرة عن أن الله غير محدود، وما زلت بتفكر بربنا بطريقة الإنسان اللي محدود. فعندنا آية بتقول الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. هتفضل عقلية حضرتك فاهمة أن يسوع ده حد تاني غير ربنا، حد تاني إحنا بنحاول نعبده، وكأنه كل ملايين البشر اللي أمنت بيسوع المسيح هي على ضلال، وإنه جه الإسلام بعد كل السنين دي كلها علشان يؤمن بمحمد. شوف وما تقولش بص اسمعني. أنا ما قلت قال الله ولا قال الرسول. وبعدين انت تهمني ان فكري محدود. انت المسيحيه اللي فكري محدود. لماذا؟ لان انتوا حديتوا الاله كان في رحم امراه.
امرأة مخلوقة، مريم خلقت خالقها نزل من فرج امرأة، من جهاز تناسلي لامرأة. من الذي فكره محدود حضرتك؟ وبعدين موضوع اللاهوت وموضوع الناسوت وان الله ظهر في الجسد. انت راجل انجيلي، تعرف ما معنى كلمة انجيلي يعني ايه؟ حضرتك قول لي ما معنى كلمة انجيل. طيب أنا بشكرك. لا ثواني بس. انجيل يعني كتاب، يعني المفروض الايمان من الكتاب. اتفضل حضرتك. اين قال يسوع ان الله ظهر في الجسد؟ اين قال يسوع انا لي طبيعه انسانيه وطبيعه لاهوتيه؟ اين قال يسوع انا ناسوت لاهوت؟ اتفضل اديني النصوص. يا أبو مريم. سلام يا أبو مريم. مع الف سلام. عرفت بقى، عرفت مين العاجز بقى؟ انت بتؤمن ايمان مش موجود في الانجيل ابدا، مش انا. هو اللي بيؤمن ايمان مش في الانجيل. انت حديت الله في رحم امراه. الاله سبحانه وتعالى كان في رحم امراه 9 اشهر. الاله خرج من جهاز تناسلي امراه. كان معانا لواء مباشره الاستاذ ماجد من معهد ملتي، معهد متخصص تقديم وتدريب القاده بالشرق الاوسط. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه. وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد